اقول لكم يا ولاد، وانا مثلا في اخر الابتدائيه في اول الاعداديه، مش متذكره حقا يعني، بس قلت في يوم من الايام يعني انا لازم اتعلم اكل المطبخ. ليه بقى؟ لان انا الصراحه كنت طالعه من عند تيتا وامي اكلهم كان حلو جدا، فقلت انا لما اتجوز هتسوح يعني؟ ابدا ابدا ابدا. وكان دايما معلوماتي عن المطبخ دي ان هو حاجاته بسيطه، زي مثلا يعني انه الشيبس ابو خل ده هما بعد ما بيقلوه بيسقطوه في الخل. يعني انا من موقع هذا حابه اشكر اخويا حبيبي على كل التجارب اللي عدها معايا، الرز ابو كبده المعجن والشيبس اللي متغطس في الخل والملح. حبيب اخويا، انا عايزه اقول لك ان انا دلوقتي واقفه في بيتي زي الاسد بسبب التجارب اللي انت دقتها مني. المهم حبيت اعمل لاول مره في حياتي كيكه. حوشت فلوسي ورحت قلت انا هروح اشتري كريم شانتيه وهشتري لبن وهشتري كمان شوكولاته. شايفين انا فاكره الطلبات لحد هذه، لا ممكن اقول لكم اسعارهم كمان، كانوا حوالي في 7 جنيه ولا حاجه. المهم يا ولاد، رحت طلعت البيت ورحت عملت الكيكه ودخلت المعمل، اقصد دخلت المطبخ. وكان الصراحه كانوا بيسيبوني، يعني بابا وماما كانوا بيسيبوني لان هم عارفين ان انا يعني بعد ما هوسخ الدنيا هنضفها، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت تشهد لي يعني. المهم يا ولاد، رحت عملت الكيكه، ومن كتر يا ولاد ما انا اكسايتد حطيتها في الفرن يا ولاد. وعايزه اقول لكم كنت كل دقيقه بفتح عليها، ريحه الكيكه طلعت، الا ان الكيكه تطلع ما طلعتش مش راضيه تطلع. وهنا ادركت بقى ان انا ما ينفعش افتح على الكيكه بدري. اتعلمت حاجه تانية برضو، انا اتعلمت كل تجاربي على فكره في ام اليوم ده رحت مسكت الكريم شانتيه على اللبن ورحت ضربتهم مع بعض. وهنا برضو اتعلمت ان قوام الكريم شانتيه لازم يبقى تقيل، مش ما يبقاش زي العصير ما يبقاش زي العصير يا ولاد. المهم حطيتهم على الكيكه. نيجي بقى هنا للشوكولاته اللي عامله زي الناس الغدارين اللي بتسيبنا في وقت الزنقه وتجري. سيحت الشوكولاته، وكانت شوكولاته كادبري كانت غاليه. سيحت الشوكولاته الكادبري واحطها على الكريم شانتيه، الاقيها لك سبتت كده ولا ثواني وراحت ضربت نزلت لتحت، يعني خلاص بتقول لي مع السلامه، غرقت زي سفينه تايتانيك بالظبط على الكريم شانتيه. وهنا ده يدل على انه مش لازم تتمسكوا في شخص قوي يعني. المهم ابويا قرر اليوم ده انه هياكلني الكيكه دي يعني هاكلها، مش عشان لا هو كان بيسيبني اجرب بقى، ده عشان ادوق طعم النجاح وهنا فعلا عرفت يعني ايه طعم النجاح. المهم انا عايزه اقول لكم ايه، وقت ما عملت السويس رول انا والكيكه باظت مني، لو اي حد مكاني كان هيقول انا هرميها، بس انا فيها حته ان انا بحب اجرب لحد الاخر، يعني حتى فعلا لو هرميها بس هتعلم. ايه اكتر الكلمات اللي انا بكرهها بقى؟ معلش اصلك انا مش بعرف اعمل ده، معلش اصلك انا مش في مقدرتي اعمل ده. دي بقى الكلمه اللي بتضايقني. مفيش حد متولد من بطن امه فزلوكه، كلنا اتعلمنا. تعلمي يا حبيبتي، اتعلمي وجربي، اتليست يكفيكي شرف المحاوله، يعني يكفيكي شرف المحاوله. اتعلمي وجربي، واهم حاجه ما تزعليش. لكن كلمة ما بعرفش ما مش هتظبط معايا دي شيلوها من قوامسكم، حرفين. وباي باي.